اهلا. صباح الفل يا احمد سعيد. صباح الخير يا احمد. ازاي اسكت يا احمد. مش انا اتعرض عليا امبارح حته دور في فيلم جديد؟ لا. الفرصه اللي كنت بحلم بيها من زمان. دور عمري. يعني ايه بطوله من الجلده للجلده؟ دور كله بوس. بوس؟ قصدك بوس هادف يعني في سياق الدراما كده. وبصراحه اول بوستين بس اللي في سياق الدراما، بقيه البوس اللي فاضل تقريبا كله في سياق الصياعه. ايه اللي تقريبا؟ انت مش عارف الدور اصلا؟ لا، ما هم لما قالوا لي الدور كله بوس من اوله لاخره بوس. يا نهار ابيض، يا بختك يا عم سعيد. ده انت بعد ما تعمل البوس بقى وقله الادب ده بعد كده نشوفك على الافيش بقى لوحدك كده والممثلات حوالين منك، نقعد ندوس في الممثلات كده ونلم فيهم كده، وابقى معاك بقى في اي حاجه اي حاجه، عارف، بطوله مشتركه، بطوله نسائيه، انا بتاعك. ما انا اعتذرت عن الدور. ليه كده؟ ما انا خفت ان مراتي هتبهدلني. مراتك مالها ومال البوس؟ مراتك دي في البيت. يا احمد مراتي بتغير عليا جدا وانت عارف، وانا ما اقدرش اعمل حاجه من غير ما اقول لها، ولما قلت لها مسكت في خناقي. معلش يا عم سعيد، بص انا اصغر منك بس لازم انصحك، مراتك حاجه والشغل حاجه تانية. انت فنان، النهارده تبوس، بكره مثلا في دور تاني على سبيل التغيير تتباس، انت حر. ما خلاص بقى يا عم احمد، ما تقلبش علينا المواجع. وبعدين من الاخر كده دي مراتي وام البنات، ما ينفعش بقى من الاخر يعني يشوفوني كل شويه بباس على الملأ كده. كفايه ان انا بباس من وراهم. لا اسمح لي يا عم سعيد، ده اذعان وانبطاح لحياتك الزوجيه وهدم لمسيرتك الفنيه وتاريخك الابداعي. ايه اذعان وانبطاح وانطلاق؟ انا ما قلتش انطلاق. انت قلت انطلاق. لا انت جيت عند انطلاق دي وتصدرت. انا قلت انبطاح واذعان. يا احمد هي حرب وانا دخلتها وخسرتها، هو الجواز كده. وبعدين لازم تطاطي علشان المركب تمشي. لا كده المركب بتغرق يا عم سعيد. بص اخوك مثلا كلمه حاضر دي بترج البيت. ايه ده؟ هي المدام متعوده على طول تقول لك حاضر؟ لا انا اللي بقول حاضر، بس حاضر ايه بقى بتاعتي اللي هي حاضر، عارف، تلاقي البيت كله بيترجف بالشارع بالعماره كده. بقول لك ايه، انت مادام هتسيب المشهد بتاع البوس ده ما تفوته لاخوك بقى واعمله انا وابقى حل بقك. اكشن. هتوحشنا قوي. لا 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 لا، ايه ده ايه ده؟ لا 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 مش هينفع البوس ده، لا كده ايه ده؟ كات. في ايه يا احمد؟ ايه اللي حصل؟ حضرتك هم لازم يعني يبوسوني بالطريقه الغريبه دي؟ انا بغير بصراحه. بتغير؟ انت هتتباس وانت ساكت، يا اما هخليهم يكتفوك ويهروك بوس. خلينا نشتغل بقى. حاضر حاضر، انا اسف يا اساتذه، اتفضلوا بوسوا براحتكم، بوسوا براحتكم. الله يسامحك يا عم سعيد، البوسه الوحيده اللي سبتها لي طلعت بوسه الوداع. ايه البوس علينا حق. يلا يا جماعه بسم الله، اتفضلوا اتفضلوا. حلو قوي، ميرسي جدا. تمام، اوكي. الخناقات الزوجيه، الملح والفلفل، التوابل والطشه، السويت اند صور، الخناقات الزوجيه يا جماعه، الحاجات اللي بتدي للحياه طعم كده حادق ومزز وبايظ كده وحاجه تقرف. التوابل بتبقى انواع، والخناقات الزوجيه كمان انواع. عندك مثلا الخناقات اليوميه، دي الخناقات الدوريه المعتاده اللي بتحسسنا ان حياتنا ليها هدف ومعنى. حط جزمتك مكانها، انا مش الشغاله بتاعتكم دي كل يوم. حطيتي حبهان في الشوربه ليه وانت عارفه كويس اني بخاف من الحبهان؟ هل الخناقات اليوميه سببها انه كل طرف عايز يسيطر ويكسب ارض؟ خالص، دي خناقات من غير اي طموح. بالتالي انا انصح انها تتقال بحب ورومانسيه. ازاي مثلا؟ يعني انت برضو سايبه الحمام مبلول يا حياتي عشان قصده تقرفيني؟ تقوم هي رده تقول لك ما هو لو كان الزفت المحبس صلحته يا روحي كان زماننا مرتاحين دلوقتي كده. نيران صديقه. في بقى الخناقات الاسبوعيه، دي منتظمه بس كل اسبوع. زي ما تدوسش على الارض انا لسه مسحه، دي خناقه اسبوعيه. يعني اطير على سيفي، اسحف على الحيطه، اعمل ايه؟ وتبدا الخناقه. خناقات تبان سطحيه بس ايقاع الاسبوع مش هيتظبط غير بالخناقات الاسبوعيه. يعني نتخانق كل يوم ونيجي اخر الاسبوع نقعد كده، لا مستوانا يضيع. اما الخناقات النصف سنويه فهي معروفه. في الصيف الخناقه بتبقى على المصيف والتكييف والمايوهات، في الشتاء بتكون على كسوه الشتاء وقسط المدرسه وميزانيه السحلب وتغيير السخان. نكد نصف سنوي محفوظ. في عندنا بقى خناقات المفقودات،
اسمها كده، اللي هي المقص فين، فردة الشراب راحت فين، الواد الوسطاني راح فين، شقة عمري راح فين. كأن مراته دي موظفة قسم المفقودات اللي في حياته كلها. انا شخصيا عندي اوضه للكراكيب، اي حاجه بسال عنها مراتي بتقول لي في اوضه الكراكيب، وبتريح دماغها لدرجه ان انا حاسس ان هلاقي مرات عم الله يرحمها في اوضه الكراكيب مثلا. عندك بقى خناقات المبتدئين اللي متجوزين جديد بقى، اللي لسه بيطبقوا على بعض، بيخبطوا في بعض بعشوائيه، لسه جداد. يعني يقول لها ايه ويضحك كده، عارف، لا بيجرب، فاهم، يا عيني مش فاهم حاجه. هي سنه وتلاقيهم بيتخانقوا وهم سايبين ايديهم، ويسال عن نوع قبل ما يبدا كمان، يقول لها دي يوميه ولا اسبوعيه، تقول له لا دي مفقودات صفحه 12، يخشوا خلاص بقوا اساتذه. في خناقات المناسبات، او للدقه خلينا نقول ان هي خناقات نسيان المناسبات. المناسبات بتبدا من ذكرى اللقاء الاول، الميعاد الاول، الغدوه الاولى، الحاجات الاولى كلها، اعياد الميلاد، الجواز، عيد الحب المصري، عيد الحب العالمي، عيد العمال، توحيد القطرين، اي تلكيكه بقى عشان ندب خناقه حلوه كده. تنسى عاشوره يا وحش، خلاص ما بقتش بتحبني، ده بيبقى فراغ بقى بس لذيذ. في بقى خناقه مستحدثه شويه ظهرت مؤخرا، دي الخناقات السياسيه. يبقى هما الاتنين في البليله، ولا فاهمين اي حاجه، ولا عارفين ايه الحكايه، ولا الكلام على ايه اصلا، بس عاملين فيها محللين استراتيجيين. وتبدا الخناقه من مستصغر الشرر، تنظير وخناقات وتفتفه والجو كله، وهما الاتنين مش مهتمين اصلا. مش عارف ليه الخناقه دي بتنتهي ان الست تعيط، تقول لك انت اصلك مش حاسس بيا. الله، مش كنا بنتخانق على القضيه الدوليه المهلبيه اللي في لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا في خناقات السوشيال ميديا بقى، عظيمه. عملت لايك لرانيا ليه؟ تقصد ايه باغنيه نص حاله اللي حاططها عندك دي؟ عملت شير لبوست شريف ليه؟ خلاص بوستاتي ما بقتش تعجبك؟ انت عملت تشيك ان في تشيليز وانت قايله لي انك في برجر كينج، كدبتي عليا؟ في ايه كمان؟ مخبيه عليا ايه تاني؟ ناس اتجننت والله، خناقه على لايك. امال لو كومنت بقى يحصل ايه؟ يتخرب البيت؟ نعمل قعده عرب؟ معقوله؟ في بقى نوع خناقات لطيف قوي، هو خناقات المسابقات او خناقات اعرف لوحدك. دي بتبدا بلويه بوز، بعدين عوجه وش، ثم التأفف، الحاجات دي، بعدين استغفر الله العظيم يا رب في الاخر، وتبدا المسابقه على مزيكه الكره في الملعب. مالك؟ مفيش. مالك؟ مفيش. لا في. مفيش. طب احلفي. مش هحلف. يبقى في. ايوه في. طب في ايه؟ مفيش. طب ما انت قلتي في، اعرف لوحدك. ما انا بسال ما اعرفش في ايه. مفيش. انت خايفه تحرقي النهايه مثلا؟ ايه الفكره في الغموض يعني؟ ايه الفكره؟ في طبعا خناقات المطبخ، دي بقى من اعظم الخناقات واشهرها على الاطلاق. اشهر خناقات المطبخ واعنفها خناقه تقليب الحله التيفال بالمعلقه الحديد، دي معروفه مش هنتكلم فيها، وخربت بيوت كتير الحقيقه، وجابت ذره في عائلات مستقره في لحظه. انا مش بهزر، انا عارف انا بقول لك ايه. في كمان خناقه المرياسه في الطبيخ، لما تلاقي الست واقفه 13 ساعه متواصلين في المطبخ، لما بقت هي نفسها نص سوا، وتلاقي جوزها داخل عليها دخله الشيف الشربيني بقى، شواح البصل الاول يا ست الكل، او يسال سؤال مستفز، البطاطس مالها مزيته ليه؟ ما هي مزيته عشان كانت في الزيت، كانت بتتحمر، وما قلي في الزيت فهو مزيت. ممكن تروح تكمل قرايه الملحق بدل ما زيت لك حاجات تانية مثلا، وتبتدي خناقه لطيفه. او تضطر الست انها تقلب الترابيزه خالص، تحط الخناقه في منطقه تانية، تتعدل في اتجاهه، المغرفه بتترعش في ايديها وتقول له اكلت الكفته المحمره ليه قبل ما احطها في الصلصه؟ انا ما سمعتش عن راجل كمل في الخناقه دي، يا بينزل تحت السرير يا بينزل يعيط عند مامته. وانا نفسي اعرف هم ليه مصممين يحطوا الكفته في الصلصه طالما كل الناس اجمعت ان هم بيحبوها وبيخلصوها وهي محمره. هو عنده وخلاص. بعدين القعده تحت السرير وحشه قوي. انا تعبت يا استاذ، تعبت. دي ما بقتش عيشه، لما انت لازم تشوف لك حل. انا زهقت ومش قادره استحمل. زعقي يا رحاب، زعقي. ما ده اللي انت محافظه عليه من ساعه ما اتجوزنا، الصوت العالي والريموت كنترول. اتفضلي. ايه انت كمان مش عايز نتكلم؟ لا ده انا هتكلم واتكلم واعلي صوتي واسمع الجيران وجيران الجيران. لا هاتي الجيران، هاتي، انا ما عنديش حاجه اخاف منها. زعقي ولمي لي الجيران، اما هي عوايدك يعني هتشتريها منين؟ وهي دي جديده. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات، اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج مجدي؟ اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا. ازيك يا ام شيماء؟ اتفضلي. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. هل سي هل اوكي. قبل ما نبدا مؤتمر الفضيحه الزوجيه رقم 314، احب ارحب بالساده الضيوف اللي منورنا. نقفل الموبايلات لو سمحتوا. وانا مستغرب الحقيقه ان انتوا جيتوا مع بعض كده في ميعاد واحد، ولو ان الخناقه بدا قبل ميعادها النهارده. طيب في اسئله؟ اتفضل. محمد صلاح في الدور السابع. الدور السابع؟ انت جوز مدام اعتدال؟ بالظبط كده يا فندم. اخبارها ايه؟ ما جاتش معاك ليه؟ لا بس هي راحت تجيب حاجات من اخر الشارع، وبعدين هتبقى تتفرج في الاعاده في التلفزيون. لا تتفرج العاده في التلفزيون ليه؟ دي ممكن تتابعنا دلوقتي لان احنا صوتنا جاي باخر الشارع. منوره يا اعتدال.
اتفضل يا استاذ اتفضل. كنا عايزين نعرف اسباب الانفجارات اللي بتحصل يوميا يا فندم. لا انفجارات ايه؟ انا انفي الكلام ده. دي حضرتك بتبقى حوادث فرديه. يعني مثلا النهارده كان في طاجن باميه في الفرن اتحرق، عمل انفجار بسيط، ودي حاجه نادره جدا بتتكرر كل يوم. طب معلش، السؤال موجه للزوج، هل في اتجاه للتسويه؟ لا استنى، ايه اللي موجه للزوجه؟ انت تحب انا اوجه سؤال لزوجتك؟ انا جاوبك عن التسويه. لو قصدك انها بتسوي حاجه غير الباميه اللي اتحرقت، لا يا فندم، احنا عندنا التونه بتتحرق. لا تعليق. انا ارفض ان انا ارد على السؤال ده. ما هو انا يا بيه لو اعرف مواعيدك كان زمانك رجعت لقيت الاكل جاهز. لا بس ثانيه واحده. ايه اللي هي ايه؟ في ايه؟ هي شعارات؟ لا انا اديكي شعار حالا. مش هاكل اكل ريحته شياط، عاش الشيبسي والبقسماط. يا لهوي ده جاب جاز. الا لما حد عطس حد. اتفضلي يا فندم سؤالك. نسرين الزيات، جارتكم في الدور الأرضي. احنا بنسمع عن حوادث اختراق للحدود، هل فعلا في اختراق للحدود؟ لا عشان هي يعني احيانا بتسمعيها تقول الزم حدودك وكده. لا مفيش اختراق. لا في اختراق للحدود، وكان في مناوشات اوقات كتير جدا وكانت بتقعد بالساعات. انا مش عارفه ليه، مع ان كل حاجه كان بيطلبها مني كنت بعملها له. محدش عبرك يا خبر ابيض. في واحده سقفت. دي صاحبتك واكله اصلا انت جايباها. يا رب ما تحطيني في الموقف ده ابدا. احراج. طيب يا جماعه في اسئله تانية؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. مروه شلبي من الشقه المفروشه. ايه ده؟ انت معانا في العماره من زمان؟ يا فندم. شوكت. اتفضلي. جرى ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي وقولي سؤالك باختصار. بالنسبه لمشكله اللاجئين، ايه الاجراءات اللي هتتخذ؟ ما فيش لاجئين. لا احنا ما عندناش، لم ولن يكون عندنا لاجئين. لا الحقيقه بقى ان احنا عندنا لاجئين، صحاب ولاجئين عندنا طول النهار في البيت. انتوا مش اغراب. انا حاولت كتير اعمل مذكره تفاهم بس مفيش فايده. لا لو هنفتح ملف اللاجئين بقى يبقى نفتح بقى مامتك وباباكي وخالاتك وقرايبك اللي لاجئين عندنا في البيت طول الوقت عاملين اعتصام. خلاص يا جماعه مفيش لاجئين. ايوه كده. السؤال اللي بعده. اتفضل. في شائعات متداوله يا فندم انه هيتم اعلان حاله الطلاق. لا انا ما احبش بقى الافواره بتاعت الاعلام وحاله الطلاق. وليه كده؟ ليه نتاجر بمشاكل الناس بالشكل ده؟ احنا الوضع مستقر جدا والحمد لله، يعني بنمارس اقصى درجات ضغط النفس، قصدي ضبط النفس. فله البيت فله يا اخوانا ما شاء الله، ما توصلش للطلاق والكلام ده. لو انها فكره لطيفه طلاق دي. شوكت اخصى عليك. ايه ده؟ هو انت حاطط الاغنيه بتاعتنا رنت موبايلك؟ ما انا امبارح بقى لقيتك مطلعه الالبوم بتاع الفرح على الكومودينو، فافتكرت ايام زمان وكده. انا كنت بتفرج على الصوره اللي بنطلونك كان مقطوع فيها دي. ايوه انا شفت اللي بعدها، اللي هو انا كنت بلبسك التورته في كتفك. يا شوكت ده زي ما يكون امبارح. لا حبيبتي، امبارح ده كان بوكس في كتفك يعني. لا بس كتف قانوني، محبه يعني. يا حبيبي وانا اقول وارم ليه؟ رحاب، انت اجمل ورم في حياتي. بصي بصراحه انت استحملتيني كتير. انت فعلا الام والزوجه والصديقه. لا ثانيه واحده. لا انا كنت شغال بكمل. عايزين تروحوا ولا ايه؟ دقيقه. رحاب، ربنا ما يحرمنا من الهبل ده يا حياتي. امين يا رب. بالنسبه للاستاذه بتاعت الشقه المفروشه، يا ريت تسيب رقمها في الكنترول. ممكن نسقف؟ ايوه يا اعتماد. ايوه حبيبتي، انا في الشغل من غير ما احلف يا اعتماد. انا حرامي؟ هتقولي اللي احلف هقول جالك الفرج والكلام الفارغ ده. طيب خلاص. لا طلبات لسه بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طيب خلاص الحق عليك منين يا اعتماد؟ يعني اسرق يعني؟ يلا مع السلامه. يلا الوقت بيسرقنا. يلا هكلمك في البريك. باي. ايه ده؟ انت ايه؟
واحد لابس اسود في اسود ومعاه سلاح وتواجد في اوضه نوم حضرتك فجاه، يبقى ايه؟ باتمان؟ حرامي؟ سرعه بديهه وقوه ملاحظه. ميرسي خالص. وانا ممكن اصرخ؟ لا 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 لا، صرخ ايه وبتاع ايه؟ لا يعني تفتحي بقك الجميل ده، تطلع من هنا طلقه صغنونه تروح على البق تعمل تعويره وتبقى حكايه وحشه. ليه؟ يا مامي اصحى يا اسماعيل. في مين؟ ليه؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ مين ده يا ست هانم؟ ما شاء الله اسماعيل نفس مستوى الذكاء مجمع لما وفق. انت جايبالي البوي فريند بتاعك في اوضه النوم؟ يعني انت مشكلتك في اوضه النوم؟ يعني لو في الصاله بره اوكي بالنسبه لك؟ بوي فريند ايه بس يا اسماعيل؟ ده حرامي. ايه ده؟ انت حرامي فعلا؟ استاذ اسماعيل ممكن لو سمحت شويه ثقه ازيد شويه في المدام بتاعتك؟ قالت لك حرامي يبقى حرامي، هو انا مش باين عليا ولا ايه؟ لا ارجوك ما تاذيش مراتي، لو المسدس ده فيه رصاصه واحده اخدها انا. لا ما تسمعش كلامه، ده لازم يعيش لاولاده، محتاجين الاب والقدوه. لا ما تسمعش كلامها، هم محتاجين رعايتها وحنانها. اضربني انا، اضربني. الوداع يا سناء. اسماعيل ايه الرخص ده؟ وايه الافواره دي والسحابات اللي من تحت والحاجه؟ ما تتكلموا عادي يا اخوانا. لا حول ولا قوه الا بالله. مين جاب سيره القتل بس؟ انا قلت هقتل. اللحظه الدراميه دي لمستني، عشان كده انا اخد من سيادتك المينيمم بتاعي واتكل على الله. ايه المينيمم ده حضرتك؟ لا بص يا باشمهندس، انا هفهمك حته من اصول المهنه. انا بطلع الطلعه ما ارجعش منها باقل من 3200 جنيه، ده المينيمم بتاعي. وعلى فكره ده سعر الاسبوع اللي فات، اديهم لي وربنا يعوض عليا بفرق الدولار. اقسم بالله انا عامل مع سيادتك واجب، عشان خاطر دي اول شقه اخشها الليله دي، وان شاء الله يبقى استفتاحنا عسل على وشكم. والله يا استاذ انا لسه ما قبضتش. انا معايا 600 جنيه ممكن تاخدهم، واول الشهر ممكن اديك الباقي. لا يا فندم، خدمة التقسيط لسه ما اشتغلتش معانا. يعني لو ما فيش كاش مش مشكلة، ناخد أي حاجة بقيمة المبلغ، ولو في فيسا أنا تحت أمرك. خلاص اتحلت. ما تديله اللاب بتاعك يا اسماعيل. اديله بتاعك يا اسماعيل؟ ليه هو ب 3000؟ ده أنا جايبه من سنة ب7. ياه ده 15 إنش بقى. إيه ده؟ أنت تعرف الحاجات دي منين؟ استنى أنا بشبه عليك، أنا أكيد أعرفك. بص لك، ما انا اللي بعمل فيديوهات كيف تصرخ في 30 ثانيه. بجد انا بحبك قوي. طب اعمل سبسكرايب بقى. طب بص عشان انا بحبك، الست هانم عندها موبايلين، موبايلين وهتلاقيهم جوه الدولاب. لا استنى اصلا ده يعني ما يجيبش 1500، وبعدين الكاميرا بتاعته وحشه. شايف الشفونيره دي مليانه ساعات بتاعته، اقل واحده فيهم ب 3000 جنيه كده يا سناء. بصوا الحاجات اللي عامله لكم قلق دي كلها اطلعوا بيها وادوهاني وانا ريحكم منها. هو اللي دايما كده، شايف حاجته دايما هي اللي تسوى وحاجتي انا ملهاش اي قيمه. لا ينفع كده استاذ اسماعيل؟ طب احكم ما بيننا انت يا استاذ. انا لما بشتري بجد، مش بجيب حاجات تناتيش ملهاش لازمه وخلاص. مش عارف، انا مش قادر اصدق حضرتك. يعني ده حتى البيجامه بتاعتك انا اسف يعني شكلها يعر سنه يعني. متشكر قوي. على فكره بقى انا عندي حاجات احلى من كل الحاجات اللي عنده، ذهب وفريرات، بس اهلي هم اللي جايبينهم لي، اصله بخيل. انا بخيل يا سناء؟ معلش يا استاذ اسماعيل انا اسف جدا، يعني بصراحه من نظره كده المدام باين عليها ان هي من عيله ومستريحه وراضيه بيك، وانت لا مؤاخذه يعني. ايه لا مؤاخذه ايه؟ انا مش قادر اقولها الصراحه، يعني انت يعني اقل من مستواها. لا 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 لا، انا عندي فلوس كتير جدا. بقول لك ايه، شايف الشوفونيره دي؟ شايفها؟ انا حاطط فلوس هنا كتير قوي، ونضارات وشرابات، ولا هي ولا اهلها يقدروا يقفوا قدام المحلات اللي بتبيعها. الصراحه انا مش مصدق حضرتك، في فشر كده. طب انا هوريك واحكم بنفسك. البيه مدام شكله واثق من نفسه. خلاص يتفضل هو يطلع كل الحاجات اللي عنده، وانا هطلع كل الحاجات اللي عندي، وانت كده شكلك ذوق ونور، واحكم انت بقى. ميرسي يا مدام على رأي حضرتك فيا والله. يعني انا اخر حاجه يا جماعه كنت اتخيلها ان انا اكون سبب في زعل ما بينكم. خلاص بقى يلا خلاص صالحوا بعض. خلاص بقى، ما انتوا حلوين، يعني ما تعملوش كده. يلا بصوا كل واحد فيكم هيقوم يطلع حاجته، ونشوف بقى مين ذوقه احلى من مين، ومين عنده حاجه احلى من مين، ونتفرج كلنا كده ونقضي اوقات سعيده، وانا هحكم بالعدل.
انا ما كنتش عارفه ان هو غدار كده. هو قال ما نصرخش قبل قد ايه؟ قال اوعى اسمع صوتكم قبل ما يعدي 5 دقايق، والا هرجع واموتكم انتوا الاتنين. اظن فات اكتر من 5 دقايق. يعني متهيألي كده. طب يلا. الحقونا! زي النهاردة من 10 سنين كنت عايش وحيد وراضي، لما شفتها هما يا دوبك يومين وكنت على القسيمة ماضي. من ساعتها شلت أنا الطين، ما شفتش يوم لذيذ وهادي. بلبس فواتير بلبس كلاسين، طلبات وعياط وعيال وقساط. نو وومن نو قساط، نو وومن نو عياط. دلوقتي شايفني وحشيت وزهقت بسرعة ومليت، مع اني عشانك ضحيت بعرس دكتور و2 ظباط. نو يا منة وحركات، انا شكلي هاخد قرارات. يا حبيبتي قفشتي كده ليه؟ ما تخشي تقللنا بنيه. صدقتي كلامي بأمرتي، الغنوة دي أصلا إفيه. طب روح هاتلنا عيش بجنيه وبلاش أنتخى واستعباط. من الصبح قاعد واعمل بيه، خش وصلح لي الخلاط. نو وومن نو خلاط، نو فراخ بالبقسماط، نو وومن نو قساط، ولا أوضة نوم من دمياط. نو وومن نو عياط. الفرق بين حياتك قبل الجواز وحياتك بعد الجواز زي الفرق ما بين افلام الاكشن وبرنامج طبق اليوم مثلا. الاتنين بيجوا في التلفزيون، بس ده مود وده مود تاني خالص. يعني خدي عندك مثلا قعدة البيت قبل الجواز. قعدة البيت قبل الجواز يعني ايه؟ يعني فيلم حلو، شوية فشار بالزبدة، شاي بنعناع، سحلب بالمكسرات، رز باللبن، اي حاجة بحاجة كده، دلع. بعد الجواز قعدة البيت يعني ايه؟ يعني تنزيل الستاير، تعليق الستاير، تركيب اللمض، تثبيت الدش، تنظيف السقف، اي حاجة مضاف ومضاف اليه، بشرط يكون داخل فيها السلم الاديال او اي اكروبات وخلاص. الويك اند قبل الجواز بينقسم لجزئين، نوم كتير، انتخه كتير. الجزء الثاني بيبقى فسح كتير، سهر كتير. تمام؟ الويك اند قبل الجواز هو الوقت اللي بتستردي فيه انسانيتك، تشحني فيه بطاريتك، تخش على الاسبوع كده عامله زي العربيه وهي خارجه من المغسله، تحس ان كده في انسان جواك وجوايا. الويك اند بعد الجواز بينقسم لجزئين برضه. الجزء الاول تنظيف وزيارات عائليه، غسيل، طبيخ، مكوى، وحموم العيال، وساعات علشان نكسر الملل بنغير الملايات. الجزء الثاني هو المكافاه بقى، زياره طنط، اعتدال وعم
وتحسين علشان راجعين من العمره، ولازم لازم لازم نروح نقضي وقت عائلي ولطيف معاهم، وده الوقت اللي انت بتبقي قاعده بتضحكي فيه كده ونشرب شاي بلبن وناكل بسبوسه بيتي تخينه كده وصايصه، ودي بتبقى فرصه برضو انك انت ترجعي الشغل اول الاسبوع وانت سعيده وحاسه ان في حاجات ابشع من الشغل السخيف بكتير جدا. المصيف مثلا قبل الجواز شبه الويك اند بس على كبير، بحر، انتخه، استجمام، فرفشه، خروج وضحك وكده، تحس انه مش ناقص غير ان يبقى في 2 وراكي بيهووا عليكي بمراوح ريش و4 يخشوا عليكي بطبق فاكهه عملاق. متعه. بعد الجواز بقى المصيف هو سواقه لمده 4 ساعات متواصل على سرعه 70 علشان مراتي مشدوده من السرعه ومتشنجه في الدواسه وبتفكرني طول الطريق ان معانا ارواح اطفال في رقبتي وحسبي الله ونعم الوكيل وكده. طب السواقه ممكن استحملها، لكن ليه افضل طول الطريق بسمع هم النم يا روحي وانا ابريق الشاي؟ انا رايح المصيف مش رايح طيور الجنه. على البحر بقى طبقات الصن بلوك للعيال لحسن ظهرهم يفقفق، العياط ولسعات قنديل البحر والصريخ ودواء السخونيه والحزن كله. ببقى عايش حاله من الاتنين حضرتك، يا اما ابني خايف من الميه وامه مصممه تنزله وهو بيصرخ، يا اما ابني مش خايف من الميه وسارح لغايه البراميل وامه بتصرخ وبتشدني من دقني. خدت بالك ان كل حاجه بتتغير، قبل حاجه وبعد بتبقى حاجه تانية؟ كل حاجه. الفلوس مثلا. ايوه الفلوس، المرتب مثلا. قبل الجواز المرتب بيبقى بوكيت ماني، انت اصلا ساكنه ببلاش، قاعده نايمه واكله شاربه مستهلكه كهرباء غاز وميه وانترنت كله ببلاش. اول كل شهر بيجي لك مبلغ مش بطال، بونص كده، متعه، مياصه وقله ادب، بالظبط زي الحاجه الساعه بعد الاكل وانت شبعانه، نعناشه كده. المرتب بعد الجواز يا حرام بيبقى عامل زي الكلب الحيران، مش عارف يروح فين ولا فين، الايجار الجديد ولا الاقساط القديمه، الدروس الكتيره ولا الهدوم الجميله، الجاكيتات بتاعه المدرسه اللي بتضيع كل 2 وخميس، مش عارف ليه ولا ايه، لدرجه اني لو جعت وجبت كيس مولتو من الكشك بفضل الوم نفسي طول اليوم، اضطر احطه تحت بند النسريات علشان اسكت ضميري وابرر الطيش ده للجنه اللي هتيجي تعمل جرد اول الشهر. غلب. عندك ايه تاني؟ الاكل. بصي هو الاكل بعد الجواز وقبل الجواز تقريبا هو بس في فرق بسيط، ان الاكل هو بعد الجواز بيتخن فجاه، ومناطق التخن معروفه، في خريطه ثابته للدهون بعد الجواز، الكرش طبعا، وبعدين العوامه والترهل العام. عشان نخش في تفاصيل يعني، الكرش بيمر بمراحل ثابته برضه، بيبقى كرش صغنن كده، بعدين يزيد طبقه، بعدين طبقتين، كرش فوق الكرش وكرش تحت الكرش، عارفه انت المنظر ده؟ وبعد فتره من الجواز الطبقات دي كلها بتلحم في بعض، بيبقى كوره واحده كبيره. في الوقت ده بس تقدري تعملي عيد ميلاد لكرشك، تحتفلي بيه. عندك مثلا ايه؟ ممكن الزعل. يعني انا ممكن اقول لك على العياط مش الزعل تحديدا. احب اوجه رساله لاي حد بيعيط قبل الجواز، اتلم واسترجل وبطل عياط، بدل ما اديك سبب حقيقي تعيط عليه. هجوزك والله هجوزك. طيب الامراض قبل وبعد الجواز بتمشي من فوق لتحت تقريبا. ازاي؟ قبل الجواز تلاقي الامراض ايه؟ تساقط شعر، حب الشباب، ممكن نظر ضعيف، نلبس نظاره، حاجات بسيطه كده. بعد الجواز والحمل لو ما خدتيش المسائل ببساطه هتبقى الامراض مختلفه تماما. هنبدا نجز على اسناننا فيبقى في مشاكل في الاسنان واللثه. كام سنه كده العيال تيجي مع الهوم وورك، الصريخ تبدا امراض التهابات الحبال الصوتيه والحلق. بعدها القولون، نازلين اهو، خشونه الركب، ده الفيل، وننزل بقى فاهمه من فوق لتحت وانت ماشيه كده. شوفي بقى كل ده كوم، والتغيير بجد اللي ما بين قبل الجواز وبعد الجواز هو الاطفال. حاجه غريبه سبحان الله. عندك انا مثلا قبل الجواز ما كانش ليا في الاطفال خالص، ولا اي تجمعات فيها عيال ولا دوشه ولا الكلام، كنت اتعصب قوي منهم، ما استحملش وجودهم خالص. بعد الجواز بقى لما بقى عندي عيال وكده بقيت بتحبهم مش كده؟ كرهتهم اكتر، وعرفت اسباب كرهي ليهم لاني لمستها بنفسي. بصي مش هم اللي احباب الله، لا احنا اللي احبابه، احنا. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والعمر المديد واللبس الجديد إن لبنى بعتت لإيهاب رسالة على الواتساب فحواها أنها تشعر بالإعجاب، لكنها استشاطت بغضب السنين لما ما ردش رغم رؤيتها للرسالة إنها سين. لما شهرزاد ممكن تخلصي كده وتنجزي وتجيبي القصه من الاخر، وممكن تتكلمي عادي. عادي ازاي يعني؟ بلاش السجع بتاع السيفيلهيلين علشان الفيتامين ده، عشان انت بتتزنقي وبتضطري تحطي كلام فارغ والجمله تعدي وخلاص. انت خلاص ما بقتش تحبني من ساعه ما اتجوزنا وخلفنا وانت مش طايق لي كلمه. ما هو السجع ده لو اتشال من 1000 ليله وليله هتتحول لاسبوع ونخلص. طيب
هروح اظبط مكياجي واجي لك على طول. ايوه براحتك يا روحي، وانا هستناكي على احر من الجمر وهسلي نفسي بشويه تمر. لله الامر. مسرور ولا مسرور؟ مين؟ المكوجي. هيكون مين؟ ولا تعالى هنا. امرك يا مدرسه. اسمع الكلام مني من مره واحده ومش عايز غباوه. بص، ماتش برشلونه والريال هيبدا كمان نص ساعه، وانت عارف خالتك شهرزاد مش هتنزل من على وداني لوكلوك وحواديت. عايزك بصنعه لطافه تخش تعمل اي فيلم وتسلكني منها. اخلص عليها زي ما خلصت على الستات اللي قبل كده؟ يا ابني تخلص ايه؟ ومين اللي هيربي لي العيال؟ تربيهم لي انت عشان يطلعوا بالهبل ده؟ ما تخلصش. بص هسهلها عليك، لما انا في وسط الكلام اقول ربنا يديم المعروف، هتقوم انت داخل عامل اي حوار ونخلع. فهمت؟ يلا يلا شد انت شد. امرك يا كبرنا. يلا شهرزاد جاي. شهروري حبيبي. اهلا. جيت لك اهو. حبيبي ازيك؟ عارفاك هتموت وتعرف بقيه الحكايه. يا خبر ابيض، ده انا نفسي اسمع نهايه القصه المشوقه اللي انت كنت بتقوليها دي، لان انا الحقيقه احب الجو الاسري ودفء البيت لان ربنا يديم المعروف. يعني فاهمه قصدي؟ لان ربنا يديم المعروف علينا. ربنا يديم المعروف يا حياتي. كوكو كوكو الكوكو كوكو. ايه ده؟ كوكو كوكو الكوكو كوكو. ايه الصوت ده؟ ده الديك. الكوكو كوكو. وده صوته عامل لي كده؟ لا ما انت عارفه اصل الدنيا برد اليومين دول، في ديوك بتبقى حساسه الحنجره عندها وبتبقى غبيه. فطيب اسيبك انت تكف عن الكلام المباح، اخلع انا على الشغل وارد تاني. دي كده اللي بيدن الساعه 7:30. وشغل ايه ده بقى اللي انت رايحه لي دلوقتي؟ هو غبي. شهريار بقول لك ايه، اقعد اسمع الحكايه خليني اخلص. انا لسه ورايا مذاكره العيال والعشاء. طب استنى اقوم ابص عليهم بصه اشوف بيحببوا ايه. لا واجب برضه. هجيلك. اتفضلي. يا عم الديك، انت يا بني ادم. امرك يا مدير العالم. ديك دي اذكى فكره جت، اذكى حوار جه على دماغك. ديك اكوكوكوكو بالالف واللام بتدن ليه كده؟ انا قلت يا كبرنا الديوكه هي اللي بتخلص الحوار. خساره تعليمي فيك والدهان اللي بدهنهولك يا ابني الديوكه دي كانت زمان من 30 سنه، الكرتون بتاع زوزو نبيل اللي كان بيتعرض ده خلاص. دلوقتي دي ولا 30 ديك يخليها تمشي من هنا. افهم، لما اقول ربنا يديم المعروف خش عليا اديني حوار له علاقه بالمملكه، حاجه نخلع بيها. لا بص بيستوعب بطريقه غلط، بيستوعب بطريقه وحشه. امشي امشي استر يا رب امشي. عيالك دول اغيب عنهم لحظه الاقيهم بيلعبوا بلاي ستيشن. مش معقول. كنا فين لما ايهاب كل الفاست فود وطلع في حدود، قامت لبنى في الحال طلعت من شنطتها انتينات. اي شوفي اللمسه، انا احب اقف وقفه في الحته دي في القصه جميله قوي. يعني شوف لحظه مشكله قامت مطلعه الانتينات. انا احب قوي الحته دي عندك، لان هو ده الود اللي المفروض يبقى ما بين الناس، لان ربنا يديم المعروف. خدت بالك؟ ربنا يديم المعروف. ربنا يديم المعروف. الحق يا كبير، الهكسوس دخلوا البلد. الهكسوس دخلوا البلد. الهكسوس. استنى انت ما تشتركيش في الهبل ده. هكسوس مين يا متخلف؟ الهكسوس. اسكت. الهكسوس يا ابني احنا في 1000 ليله وليله. الهكسوس دول فراعنه، اي كلام وخلاص. الهكسوس اللي هم بشنبه دول ولابسين الفرو اللي على دماغهم يا ابني دول المغول وما بيجوش هنا خالص. انا غلطان، انا قاعد في البيت خلاص. انت مش عايز تسمع الحكايه اصلا، وعمال تملص انت والمسرور بتاعك ده وتتهرب عشان مش عايز تسمع. شهريار انا قررت اشتغل، انا مش جاريه ليك ولعيالك. ايه ده؟ مش جاريه؟ لا جاريه بقى جاريه. لا ولد مسرور. عيب ما تقولش ولد، ما تقولش كده طنط تزعل. جاريه. هو اللي قال جاريه. وهتشتغلي ايه بقى ان شاء الله؟ كاتبه سيناريست، بما اني عندي موهبه في الحكايات هحقق ذاتي وكياني لوحدي، بما انك بقى خلاص مش عايز تسمعني. تصدقي انا غلطان ان انا سمعتك من 9 سنين لما قلت لي سيبني لبكره الله يخليك. كانت غلطه عمري.
مسرور. امرك يا برنس. لا لا لا، بص لما اندى عليك وانا متنرفز ما تردش خالص عشان صوتك بيفصلني. بيبي وحشه دي. اعمل كده، بص انا هفهم. ماشي. مسرور. فصيله برضو، فصيله حبيبي. خلاص فوتها، فوت الحته دي. مسرور. خلص. اخلص يا كبرنا. خلص. اخلص يا عمنا. خلص. اعتبرها خلصت يا مدير. الله اكبر. مسرور هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مسرور يا حبيبي. لا لا لا، خلاص مفيش سيناريست. خلاص 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 خلاص. ليه؟ حرام حرام. لا ليه بلاش. الهكسوس، انت بتجيب الافكار دي منين يا ابن اللعيبه؟ والله العظيم انا بحترمك. والله انت احسن سلطان بين السلاطين اللي انا اشتغلت معاه كلها. ارفع بقى. يلا شوط 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 يا عم. حلوة حلوة يا سلطاني. شوفي بقى الناس بتقعد تشتكي من الجواز وتسب وتلعن وتتعفرط وبتاع، بس برضه ما تستغناش عنه. ولولا الجواز كنا هنبقى موجودين اصلا؟ ده لولا الحب ما كان في الدنيا ولا انسان، معروفه. وبعدين هو الحب لعبه ولا الحب لعبه؟ الحب مش لعبه، ده بيت وجواز وعيال ومسؤوليات. طب من غير الجواز كنت هتهم مين بضياع فرد شرباتي؟ تشيلي مين ذنب ضياع مستقبلك الوظيفي علشان خاطر البيت والعيال؟ المتنفسات دي هتلاقيها فين تاني؟ نكتم في روحنا بقى لحد ما نتخنق ونموت؟ وبعدين كنت هتعرفي منين طعم الحياه من غير ما تتجوزي؟ مش لازم نتجوز علشان نعرف ان الحياه كان ليها طعم قبل الجواز؟ لا 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 لا، اوعي تعملي زي الناس الخايبه تشتكي من الحياه بعد الجواز، تقولي ده جواز ناجح وجواز فاشل، جواز حلو وجواز وحش. فيش الكلام ده. الجواز كله حلو من غير استثناء. الجواز كله حلو. ممكن الحياه اللي بعده يبقى فيها شويه مشاكل، لكن هو نفسه حلو. الجواز ايه؟ حلو؟ لا انا عايز اسمعها عدل. الجواز ايه؟ لا اقعدي استني هنا ما تمشيش. اسمع. الجواز حلو جدا جدا. حلو. ايوه حلو. حبيبتي دي اول شقه اخش اسرقها الصبح النهارده. الصبح ايه؟ مفيش صبح تاني. ولا هي ولا اهلها يقدروا. على البحر بقى. البورس ده معانا؟ ممكن اصور بعد اذنك؟ لا احنا قاعدين بقى النهارده جينا عشان عن طرح صرف. لا ما ده ما لا اجيب طرح انا كمان بقى واقعد اركز فيها. ديك ايه ده اللي بيدن الساعه 7:30؟ وشغل ايه ده بقى اللي انت رايحولي الساعه 7:30؟ معلش. الله يرحمه زوزو نبيل كانت من اول تيك والله العظيم. كده ماشي يا استاذ. مش هقعد القعده دي ابدا. أبسي معجبة بإسهام. تشعر بإعجاب. بصوا خلاص كده. ماشي. ربنا يديم المعروف. أكيد. معروف. معلش أنا نسيت أصلا. ما أنت نسيت بجد ولا إيه؟ أنا نسيت في إيه أنهي واحدة؟ في كوكو. أطلع؟ خلاص بقى يا عم أحمد ما تقلبش علينا المواجع. وبعدين بس سوري آسف. كفاية إن كده بس سوري. اتفضل يا استاذ انا اسف. اتفضلوا بوسوا براحتكم. طب هقول الجمله. طب والله عندي جمله. والله عندي. اتفضلوا بوسوا براحتكم يا استاذ. لا طب هقول الجمله. يا ولاد الذين اقول الجمله.